سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تصبوكت كونو ناي وترو تمنيت نايو لومون أقدست زبلنا يوم تحستوتات هزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا نايز مدام سانا كتصون حدو ما بخوف نقدمكم برا لو مارستي دونالد ترامب أقدس انترفيو جيرو لو بزعبا قداينا يوكرين نعوكن ركن فتنينا يوكرين أبقال كفال سراويتنا توم أب كبابان عجواناتي خمزلو ينقرالو كم توسخ دما زمدو ويحوني زمدو نحن مختل بريزنتنا أمريكا وتهدر كوين أب يوكريني واقع كم زنبرن نسو زبالة زربا كنسمع كم فتنينا أمون قد ما بزوح تحس حدش تعسوتات لني نقول لهم ركن فتنينا is going to be very very interesting. Okay, let's start مجمريا عودة كوينات كما يعلون ره. Russia's defense ministry says its troops have captured another 3 villages in the Ukrainian-occupied Kursk region. Former Russian President Dmitry Medvedev said that Ukrainian soldiers in Kursk are almost completely encircled by Russian forces. Sources on both sides say that Russian special forces walked for several kilometers inside a gas pipeline in order to strike Ukrainian forces from behind. Now, these developments come days ahead of a planned meeting between US and Ukrainian delegates in Saudi Arabia aimed at brokering a ceasefire. Medvedev said that Ukrainian-occupied Kursk region. So انتهي زبحال زلو سراويتنا يوكرين تغلالا عجوا أقاتيمو خمزلو أب فلاي أب كورسك زبحال زنبر بوتا زنبر سراويت تقبيبهم كمزلو سلتات اللوغن أبز كنمصو سقم سلز فتر طعم حما كينا سلزغوني كتريا أبز صبغاي كونن سلزي تي سراويت نتا سبلاي لاين لوجيستيكس تايت ولا يقون دخونا نبدأت ولهم زنبر ترقيا بتي خما خمزلو راشا اتسراويتنا يوكرين دما أبت مشت مريت راشا ينيرو أبو دما تعاتي خمزة اللي يزنقر زلو زي ميت خاميت كونفيرمت كويني يلن زحبريت هازقن الزارة بارس غينو له سراويتنا يوكرين أبت قد حدا قاودي خمزة له من البات وتسيتنا يتسلي وحبريتا سلدي روح بزلو كاوز مسك خمك خاصنا يتي ناي راشا سراويت ريوم كفلت ويوم ساتلايت ريوم سقم تغوزو سلو زي كل زقات مكخون خليو سلازي عابنا بمغيرو كخون خليو أبت كوينات well كسع كندو عدنا بمغيرون تكوينات قبل هيكلني مهنياتو أوش تمريت راشا زقبر زنبر فتنا سلزغونه أمورال ناي سراويت عم ترى كل وي خليقن أبتيك إن مجنبار كسع كندو لو تكمت زغل هيكونن زبل منتها لني جن أبو زلو عمي ناي سراويتنا يوكرين تتماري غوي أما قاعدة مغين تتقتل لما أقد تسع من يوكرين كم زنبر يزنكر وتدروا عمي يكون سراويت يكون قلة ስለዚህ እዚ ነብሱ ዝኻለ ሽግር ፈጢሩ ከም ዘሎ ዩክሬን ድማ ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ከም ዘላ ድሮ ኣብ ኣሜሪካ ከም ኣፍጋኒስታን ከይፈርስ ከምቲ ናይ ኣፍጋኒስታን ሓይሊ ኣሜሪካ ዝድግፎ ዝነበረት ፈሪሱ ብህድማ ዝወፁ ከምኡ ንኸየጋጥም ተፈሪሁ ከም ዘሎን ብዛዕባ ክዝረብ ከሎ ክንሰሚዕና ፅኒኢልና ኣሜሪካ Donald Trump زوسو سقمت كتراترو جميل خمسة اللي يزنقر. For more, I'd like to welcome Charles Kupcher now. He is a senior fellow at the Council on Foreign Relations and professor of international affairs at Georgetown University. Welcome to you, sir. Now, Ukraine clearly has a weaker hand going into these talks, but US President Trump keeps saying that Ukraine doesn't hold any cards at all. What do you make of that? Is that really true? Well, in some ways, Zelensky holds all the cards in the sense that we won't get a deal if Zelensky isn't ready to make that deal. Yes, I think President Trump is twisting his arm. He's to some extent coercing Zelensky to say, yes, I'll sign the minerals deal. Yes, I will negotiate in good faith to get a ceasefire. But the bottom line is that جنتايم زبل زلو دونالد ترامب أبتي استقبل الركب بزح كارتات يملكان بزح مرجعات يملكان مسانا خيط كانت كنتات كتودون تفتين كات صبوين تزيل لكن بينها خيط كات جورات خليه بالكان الو زلنسكي لما أبو يا بوتين وين كوميلي ماتيو سلزي فقراء يقد سنني زعينو تقبر مالسي بنيرو أوكي كم من دحرقيني لقاء أصوار تطوع بيلو سلة وحبريت هذا طوي أبيلو دروز نسب عزلنا كنا تهدم مخين العجي أتي أتي political class ناي أمريكا جن كل جزء أبغى يوكرين تكينات كنا واحد أمريكا دمسقيلة تحجز دليل وسلم داي for whatever reason تناي يوكرين كينات تغنى واحد دس بلايو بزح مستنى وتدراوي أصوار زفريا كامباين تركب زلوا ربحاون سلو زلابو تكوينات قصلي دليوين كوينات أو قبل زدلي يكونون تكوينات forever worried plan هذا 10 عامات 10 عامات قصل زخل كوينات كجبر كتكلا لكاي يقداس أمريكا نخوم عينت كوينات كتساسي أبزوان زدلو النت يبلا مرجع زوات أونا يكونن كالي بهتصوص كتقبرهم زلوا قدينا تشاينا سلزلوا حيلا كتأخاخذ مو كل عاغمة
نابو قصا كتقنعها تدل زلا بات حماق زخونه بوليسيتات بزح سلا زلوا نعوتات كله كتعرض ما درو دونالد ترامب غزي يخدن له يزبل زلو كن غزي خامل يسوق خدايو سلازي ولا كو زلنسكي نت كونترات دي فريمو كل تكارتات عبيدون تخونه يبلالو كن الله يلك خزرب زخلا يكون مالت كفرم حرايه بجا غدا ولا لي ابزغونه ساعات مزيا كفرم يا كوي لي يجن امريكا اخذوا له لي لي مثلني درو قالي ودل يمالو اي فتوون مثلا جنرالي Trump wants a deal. He wants to see this war end, and he can't get that outcome unless Zelensky agrees. And in that respect, we really are looking at a negotiation here, not a situation where Trump holds all the cards. And it's for that reason that at the end of the day, I think Trump is هجي انتايم زولو زلو بحفشا دونالد ترامب ني زلنسكي ايدو عاطيفو كفرمو يدللو ويون يقددلو زعينو تزرباينا نسمع زلنا but in reality ابكون النات كوينا كنرخل ناخي ازو قداي زنابي قصو كخيد خل دونالد ترامب بعلو زقبر انترفيو كسمع عندنا بزعبات تزقات مكونتاتون بعلو تزاري بلو قدمي يوجن اتوم ناتو ريبابليكان بيز بلو زلو نسمع أمنا قداس حبريتا سلوزلو ساتهم تايب للونة كوينات بتوم دقفتنا كوينات زنبروني دونالد ترامب بارتي is proposing large-scale banking sanctions and tariffs on Russia until a ceasefire and a final peace settlement is reached with Ukraine, as Russia continues to pound the country this weekend with missiles and drones. Joining me now, GOP Senator Lindsey Graham. Good to have you back, Senator. Thank you. So there's a pause right now on Ukrainian aid and intelligence sharing. There are reports that that is hampering Ukraine's ability to defend itself against this incoming new wave of attacks from Russia. Have you talked with the White House about that? How concerned are you about the long-term impacts? انتهت بلوزلا دونالد ترامب ني رشا تتوكي بلن يوكرين تراي إذا سلز حزا رشا أبرتعات هرما خمسة لان يوكرين درو تي كتمتاتنا يوكرين برتو عمد كعتي وردو خمزلون حدقات هاتوني قاتمهم خمزلون سلزي اندحري دونالد ترامب زعكل ني رشا زخون يقون تتوكي كتبل ويون ممكن سقاساتا كتحصر كي قد داخلو ني يوكرين تراي عاطف زحزن تولو يوكرين تودق تخليها بزعبا زي سغاد زبل كان تهلو انتي سقبتي اوف كورس دونالد ترامب قداخ قبري قلي يبلالو كن زقبرو كن يبلون راشا دما نتي زلو عدلات تقيمه كم حسوم تحرمهم زلاني يوكرين بزعبا زي انتي استبحالكم لكم مستي وايت هاوس زرارب كان لكادت ولا حدا كابتوم سنتر لينسي جرهام زبحال مچم كناتنا يوكرين قندا جندون سرحون زنبره نزلنس كدما مخيرون التعليل نتا كونترات كفرم كجبرز حسبه مفرم سابيه دمك إلا لو كاب سلطانو سام بال زبز حسابي نيرو اوكي سكنت هاي بس To the pause. Yeah, I talked to Mike Waltz a couple of days ago. The goal is to end the war honorably and justly. Zelensky blew it in the White House. We've been working on this minerals deal for a very long time, but we are where we are. Yeah, I am worried about cutting off intelligence and weapons to Ukraine as long as the fighting is going on. If we pull the plug on Ukraine, it'd be worse than Afghanistan. I don't think President Trump has any desire to do that. But until we have a ceasefire, I would give Ukraine what they need in terms of intelligence and weapons to defend themselves. In terms of Russia, I will be introducing sanctions on their banking sector and on their energy sector next week, urging them to get to the table. If they don't engage in ceasefire and peace talks with the administration, we should sanction the hell out of them, and I'll have... سنتايز بنزلو مس وايت هاوس وتزراري بنيره مس مايك وولز تبهل انا ناشونال سكيورتي حلافي تزراري بنيره بحفشا نيوكرين اصوار مخلان سليا عبريتا مخلان بزي زخونه يكون اب نتكوينات تطوكتبلو اب بايتا خيت سما معك خلغا حدا غنيايو نحنا نزكوينات دونالد ترامب نزكوينات بخبري ويون صبغ من قد كود امبر كمناي افغانستان عينت مودا ايكون زدل زلو سلازي اصوار كل سلي حبريتا كل يوكرين اي غباني نيرو قد مزخون يكون ديل مغبارنا سلازي مجمريا راشا نابتي اولا نخمصو قلتيفم د صقطخ غبرالو مالم تزيله اغدا خنغبر كن كلاله نابتنا يناداديوم غلغل ابكال نغراتون اغدا خنغبر نخلينا عندي انت كفال اغدا زي غبرو سلازلوم يغن حدا خلته هلو مخوني كارتات نصاوتي بحفشا أنا بناتي وجن رشا نتزلو عدل ناي مقراص ناي تقصي ناي نزكولتات ناي مفتاح ملو دليت كم زلوميو تراين تايو جن تزلو تي يوكرين بحال نتي كونديشنز ناي أمريكا قبل خلالو معناته أمريكا دونالد ترامب بوتين نزدليو نجارات ردي والله مش بوتين دما ديل كقبر كم زخل يفلت على እቲ ዩክሬን ዝበሃል ግን ንዑቅ ሰማዓይ ከዓለም ምስ ኤሮጳ ስለ ዝማኸር ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ትፍልሊ ከም ናተይ
ግምት ፑቲን ዝገብሮ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ይደልዮ ኣሎ ፑቲን ገይሩ ዝሃርመ ዘሎ ነቲ ዘለንስኪ ናብ ጣውላ መፅዩ እሺ ንኽብል ክገብሮ ስለ ዝኽእል ስለዚ ብዘይ ሓገዝናትና እንታይ ከም ዝመስል እቲ ኩናት ንኽርዮ ዝወሰነሉ ዝመስል ፑቲን ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ዝርርብ ናይ ክልቲኦም እውን ከምኡ ኢልዎ ነይሩ እዩ እንድሕሪ እዛ ጉዳይ እዚኣ በይነይ ክወፅያ እንድሕሪ ኢልካ ኣነ ኢደይ ክስሕብ እየ በይንኻ ድማ እታ ኩናት ከመይ ከም ዝኾነት ክትሪእያ ኢኻ ኢልዎ ስለዚ ከምታ ዝበለ ድማ ሙሉእ ብምሉእ እኳ እንተዘይበለት ግን ኣገደስቲ ነጥብታት ግን ጠጠው ኣቢልዎን ኣሎ ስለዚ ዘለንስኪ ድማ ይርዮ ኣሎ በዚ እንድሕሪ ቆፂሉ እቲ ኩነታት ጠቕላላ እውን ክስበር ከም ዝኽእል እቲ ግንባራት እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ንዑ ንምድሓን ጉያ ክግበር ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ it's a very critical thing but Putin تزبالت مدرخ تفطير الحجون ولا نجزي انت خونه legislation to do that next week. Okay, we will be tracking that. In the meantime, you mentioned the rare earth minerals deal that has been stalled after the disastrous meeting at the White House last week. Disastrous. But listen, you were one of the folks who met with President Zelensky before he went there. Senator Chris Van Hollen was as well. He was with me on the show last week. Here's how he described that deal. It was extortion, pure and simple. It would be like in the middle of World War II, FDR saying to Churchill, we're not going to help you against the Nazis and Hitler unless you give up half of your mineral resources and half of your coal. All right, two things. What do you make of his characterization of the deal? And he was... So, the political class na Democrats and Republican abflili kam zalowm ti na Democrats based ties bil zalon Zelensky ab Washington amtiom إذا عاطفهم كل معدنات كافرك معدنات كهبنا يبلو له لك كم زاب كلا يكونات عالم ناي عند إنجليز برايم مينستر زنبرة شو وينستون تشرشل أمريكا ناي FDR بعض زنبرة بريزنت ناي روسيا ناي أمريكا مسترا خبوسي شعوسي FDR تي بريزنت ناي أمريكا حق زكاة وقينا فرق معدنات نات كهبن قبل خلو كم تزخون تايم خونه نيرو لك كم هتقات مزال بيوكراني سولو زلهم as a matter of fact حكيزي ملو بملو فرق معدنات كهبنا كنا حق زكاة مزولو زلوزي extortion like إذا عاطفكا دليتات كمقبار مالتيو قلنا أمريكا نقدر كان تحدش كوينو كم ممكن هيكون النزيك لما ليلهم يوم شفافين وزفتنا. Explaining it as we understood it at that time, maybe it's evolved. But secondly, do you think that his Democratic colleagues or that he urged Zelensky to go to the White House and reject the deal? No, I don't. But what Chris said, I like Chris personally, is just ridiculous. We're trying to integrate our economies. We're trying to make sure that Ukraine has value to the American economy, a win-win situation. They're the richest country in Europe in terms of critical minerals, which is the oil of the 21st century. So doing a deal with Ukraine is beneficial to both countries. It's not extortion. Wouldn't it be nice to be able to do a deal with Ukraine where we can make $500 billion in the critical mineral space for our own economy, give them money, help them develop their resources so they can grow their economy and defend themselves? That's not extortion. That's a good business deal. And to all these Democrats who are worried about this deal, what the hell did you do to deter Russia from invading Ukraine? So بحفشة أنت يزبل زلو تي زبحال زلو سي كمتي نسوم زبلو ودي كونس نحنا كمتي معدنات ندخلوا أمريكا تقبرو زلا investment نسوم كن الشارخينا نبل دل نامبر سرك أقوى يكون نزي إن كان حباني يبلولو now سركي actually ولا حنتي كلام مجلس كتبلو تخلى يكونن كمتري وزلهم لتمعدنات ورق عبقلة قال مساعات دم معدنات وني بلان زعديد بهالدلو سكام مخانو تجرباز بهالزلوجن أبتديل جن معدنات رأي كونن بشم معدنات يز بهالزلمبر ودبات نيتهجر كالت أجات زقوني يكون بتهجر زلو فرق وعن النت كله ويون ناي 500 بليون تمينهم ناي 1 تريليون تلقينه ناي 500 بليون لعليون كون خليل نير دونالد ترامب لذي درجة نتهجر مجزأتيزي colonization قبروا زلو من البات نبت colonization ملو نتهجر تقاعد صار أنت نيراب زفرق نيتهجر حبت توسد مالتي 10% راشا وسيداتو كتتريف زول هجر دم معدنات ناو تفرقوا أمريكا خطوسدوين عن رزالنا زخل غالبا تايو نشم ديمقراطي تبعيلو ديمقراطي فتحي بلا بلا تبعيلو زي يوكرين ديمقراطية يبلهم ولا جن أفريقيا يبلهم ولا مريتهم يبلهم ولا بحرهم يبلهم أبزوان زي everything lose غيره كل نجار أزيا كنا تأذيات ذكر كل جزء رجيم تشينجي لما بيرتراخ ما زدليز اللو ويون ولا حدا كوزع عدمهم يلنا أمريكا وانجلي مهنياتو زعدموا عينة أكلاس لزي كونو أتى رجيم تشينج ترجمازي ترداد زارب زيادة تفتر زيادة مود أتناتا if you understand politics politics كم لما نعلم كنا تاد زنب بندعو قينو السب كنا تاد زكاة تلتقينو كلها ترجم تشنج تبعها تجمر زيادة ديل أمودتا نا يوكرين بوق عز الرب سلزلي كل تهابتي أبيد أمريكا خمسة خون تفرموا إيراق كمو
ليبيا كمو ليبيا جنزبهم أمريكا إذا خيزلوا نين هذا كأمريكا يزمصهم جنزب نيراق نين هذا جنزب أب نيويورك يزلوا تجنزب كاويو زمصهم مصاريف you tell me سوريا لدينا توم كله تبعدنا زلوا أبيد أمريكا يزلوا كلها ترجم change أمودات أنتهت فترة السودان رجيم change تبهيلو اتوركي أبي بوتالو بنك السودان يكون زلوا سلازي اتجايم the same game اتساقم جن مبزحت جزء رجيم change ساتفو stupid زخون سباس لزخونه ربحاني هجرهم زقد سما يكون تاسلت أنا من تادو مزمنة تقدسه ترجعهم لله حلنا زلوا رئيس زلوا قطبة ناي هجر سمع زلوا نخمس عينة الجندة كساسي كلني ترجعهم لله زقوني يقول مرحبا هجر كزلوا وده هجر كاتوين تتأميمك نسك حل في الدحرية خمان بوتاقة تستغلقها قالوا تصعدن على أمريكا أوروبا نمسي خارجين تشينج جيروم يعني نعاقب كرسو كفابيلهم بلكا عد خام حضر ديمقراطية فتحين كعجبري لهم كاسي تمساجينهم سوا ستيوم ماي ستيوم دخلوا لكم سيلكا نبي حكي كم ده حسب تقينهم أمتهم زقدوا دستبيتهم النافلو تحرز ولد ما زقدوا جاوناتات ويكاب بلعت مالتي لذا that's why ترجم تشينج زبال سبب مسرته ترديوك على سوزلو نزك تردي أنت جميركا بزخون يكون من قدب بناي وصاي حيل زمصلوتي هاجري اي كل وكاني نصنت اي كل وكاني لولاونت اي كل وكاني تكاله سلو زلا خن جباها مخان كاتا عند عليك تقرم على كان سبات رجيم تشينج خنقبرينا زبلا كاسب طريقه انا نتهاجر مستم جبت خوينه جبايك ترد له زبلا كاتراي يركا وسدو كابزن لعل كندي ابنتي خاد ليقا ابينا هاجر رجيم تشينج زبل سريحو وصي دمص نغير نبلكم ديرلكا ابينا هاجريو امريكا زحجزتو اوروبا زحجزتو رجيم تشينج سي وصي تامصيل كتحتلكا نا يوكرين ليتم معلتن زمصو زلخو تجيم بقلص نريو سلازلناي بقلصي حبب زي بلو سورور زي بلو قال زي بلو بقلصي تسعي كات خيدا موداتا هباي كون كاتغحاف مالتي زي this is the trial انجي دونالد ترامب على كزارب كله سمعوا بزي what happened in the Oval Office the other day. I call it a smackdown of Zelensky. It looked really rough, but then again, at the end of the day... لا زياك ميا أبتنا يكونتاتنا يوكرين نشيك حبري تخبكم. Sumi, on the Ukrainian side. Good evening, Gavin. Well, you know that the Ukrainian army has managed to hold on to a strip of land within the Kursk region since last August, but it's been a few days now that Russia has claimed that it has advanced on that strip of land. There are reports that all the bridges around Suja have been cut off, thus cutting off the Ukrainian army there of reinforcement of ammunition that would be necessary in order for them to retain their ground, and also like if the bridges are no longer available, that means they سنتات بلدا سراويتنا يوكرين تبتيخو خمزلون اب كبان عصوان كاتو قرب تاريفو خمزلو يتنغر زلا እዚ ምዕራባዊ ሚድያ ዝነግረኩም ዘሎ ናይ ራሽያ ሚድያ ይኮነን ስለዚ ምናልባት ፋክት ኩሉ ግዜ ወሲኽካ ትነግሮ ዘለካ ጓዲሎም እዮም ዝነግሩ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ዕፅዋን ከኣቱ እቲ መዋፅኦናቱ ብምሉ ራሽያ ተቆፃፂራቶ ከም ዘላ ኣብኡ ጥራይ ግና ይኮነ ወላ ኣብቲ ፖክሮቭስክ ዝበሃል ከባቢ እውን ኣብኡ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ዕፅዋ ኣብ ኢንሰርክልመንት ኣብ ክባ ከኣቱ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ ነዊሕ ገይሩ እዩ ስለዚ ሓደ ሰራዊት ስለምንታይ ኣብ ክባ ይኣቱ መሲልኩም ሓደ ስለያው ሓበሬታ ብግቡእ ስለዘይ ተዋህቦ ፀላይ ምንቅስቃስ ናይ ፀላይ ርዩ ምንቅስቃስ ንክገብር እንተዘይ ተነግሮ ካልኣይ ድማ ናይ ሞትን ሕዮትን ቃል ሲገብር እንተሎ ነዚ ቦታ ዝገዲፍና ኣይንወፅን ኢና ዝብል ሰራዊት ኣብ ክባ እዩ ዝኣቱ ኣብ መወዳት ኣብ ክባ ኣትዩ ድማ ኣይማረኽን እዩ ይመውት ያው ምክንያቱ ክወፅእ ኣይደልን እየ ነዚ ቦታ ዝገዲፍ ኣይከይድን እየ ዝብል ናይ ሞትን ሕዮትን ውግእ ስለዝኸይድ ስለዝገብር ኣየብልኒ ስለዚ ናይ ዩክሬን ሰራዊት እቲ ነኺሱ ዘሎ ነኺሱሎ ተኻለ ግን ሓበሬታ ስለዘይወሃቦ ዘሎ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ክኸውን ይኽእል ብፍላይ እዚ ናይ ኩርስክ ሪጅን ዝነበረ ቦታ ዝግበር ዝነበረ ሓበሬታ ስለዝጎደለ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ይመስለኒ ኣብ ሓደ ፖይንት እዚ ከጋጥም ምዃኑ ካ ርዱእ እዩ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ራሽያ ብሓንቲ ፅርግያ ሓሊፍካ ኣቲኻ ነዛ ቦታ ክሕዘያ ክትብል ብኩሉ መንገዲ ራሽያ ክመፁካ እናኻሉ ከሎ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ነይሩ ብዙሕ ሰራዊት እያ ከሲራ ዩክሬናዊ ዝበሃል ምክንያቱ ኣብ ካልእ ቦታ ከይዶም እዮም ከትክሉ ፈቲኖም ብዙሕ ሰራዊት ከሲሮም ኣለዉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብዙሕ ኣፅዋር ከሲሮም ወላ ሓንቲ ጥቕሚ ድማ ዘይብሉ ዚሮ ብነፊት ዚሮ ኣብ ካልእ እኮ መሬትካ ትከላኸል ዝኸፈልካዮ ከማን ክብሪ ዘለዎ እዩ ኣብዘይ መሬትካ ኣቲኻ ንእሽተይ ቦታ ሒዝካዮ ዓይኒ ራሽያ እንተገደድና ኢልካ ዝኸድካዮ ንዓኻ ቀታሊ ክኸውን ከሎ እዚ ኸ ኢንኮምፔተንስ ወይ ከዓ ዘይብቅዓትን ሕማቕ ስልትን ናይ ኔቶን
ኮማንደራት ናይ ኔቶን ኣመራሕቲ ናይ ኔቶን ንሶም ዝገበርዎ ምዃኑ ዝንገር ህንደሳ cannot retreat and that they are at risk of encirclement. And also information coming from the Russian side, so to be taken with caution, that Russian troops have advanced as far as the border, the Ukrainian border. So this is the border with Sumy region, just across Kursk region. That there's been intense fighting, ongoing fighting there, with a lot of bombing also occurring there, especially since the US cut off its satellite imagery sharing with Ukraine. This prevents Ukrainian troops to spot all Russian military movement with the US intelligence. They have other intelligence, but of course this greatly hinders them. Russia claims to have hit the rear of the Ukrainian army there, and the situation is of course closely monitored here. We're seeing your سكم تبلا زلا تي وحدنا يسلي حبريتا بسنكت أمريكا جراتو زلا قدا قبل اليوكرين مالتيو أبعد الواي فترة لهم كم زلون سرايتنا يوكرين دما أب حدقة أبت بوتات وديو هم زلون أبكار جنبارات وأنت مساسالي شجر يقاتمو كابنو وهي شجر كقاتمو تاني يجيجن التشجراتنا قدا دي خي كم زلون كل زرب زلون دما سلت سمعوا ناي مورال تجمعون كم زلون فلوت يوم خنياتو نوع أمين كازخت كالو حجازي خاخت المكة خلو أتزخف ده مدرخ كله خاخت المكة خلو كاوس جدد ناي مورال تفعيل كجات مكاي كلني ولا مورال كله كون كتسعر زيت خل كينا دمايزي ولا ملو مورال كله كحجز خلون كسعره كم زيت خلي فلتنيرو كينات نيوكرين under any circumstance كسعره كم زيت خل فلتنيرو so الجانا طب نخص عريهم كن ديك زي وزدو أنت عينت سعرت يجات مترايرو كم زي عينت كينات دمات تزخف أيه وهنياتو كان يسيبل كان نقط عواد كان يسيبل كان نقط عواد نقط السعر كان ديك زي توسد نقط السعر تراي إذا كم زي عينت تزخفل زي الواقع نايب حق زحزنيو اسكي جي نابدول ترامب بزعبات كونتات جبرا بزغربان اسمعيو بزعباتي بأس زول لوجلتاتون. You have your deal back. So was that all the art of the deal? What specifically ticked you off? Well, you know, he was able to. It was like taking candy from a baby. What he did. He's a smart guy, and he's a tough guy, and he took money out of this country under Biden like candy from a baby. It was so easy, with that same attitude, and I just don't think he's grateful. We gave him, دونالد ترامب تايز بزلا in my opinion. زلنسكي سنتاي قاطي مكم ابتي وايت هاوس تبع قاطي مبعسيات بلو زلا نسو كنتاي بلالو بحفشا زلنسكي بلح سبيو حيال سبيو جن عبز عد متيو مس جو بايدن كزارب كله كاب حدا قلعه كرميلا وي ون لكاله كام منطال وي موساد تومينيرو اشكعديو منتيلو دي بزدل يوم من قد كوس دخل نيرو منيت بايدن قلعه سل زخونه رسنا يقول عسل زنبري ما متي زدل يدوس زنبري كوم عينت اتحساسبان اما لخاختان حزيب زمتينا باي بخمس من قد كاميركا ترغب نجر كل وكا زي كل دما ردو كون خلال ويل سلازي اي حميون ينزلنسك بعابيو حماق لم تزقبرنا بليونات جنزبنا زي زخونه يكون ديل زهبو زنبري امريكا ابتتي بايدن كوم سلا زخونه ينبر زلنسكي زلمداي كيرو زعمل زيغن مسايد سرح يكونن ابزبلنا سرح يكونن يمزلو $350 billion. Europe is in for $100 billion. We give him $350 billion, and he's talking about the fact that they have fought, and there's a bravery because somebody has to use the weapons. But without those weapons, don't forget, I was the one that gave him the javelins that was able to knock down all the tanks. Obama gave nothing. Look, if I were president, that would have never happened. You wouldn't have had Russia going into Ukraine. You wouldn't have had the whole situation with Hamas and October 7th. Would have never happened because Iran was broke. They had no money. They weren't giving it to Hamas or Hezbollah or anybody else. You would have never had the worst. كم رئيس لنا التكودايتي ناي كميز نبر محدرنا بايدن دخا من نز فطرهم خانون زكوينات زبعبي يكجمر زي قبو كوينات كم زنبرن أبزبنا ما يتجمرن بحفشا كل دريو زلدما ولا كسراويتنا يوكرين حيالين جنان تخونه زي صورنا نانقوا جاي كل مثلزي نحن ندليو جدا كقبر كخلولهم زلنسكيز قبرو برجع ما أنا بحكي حماق كم زخونن بزيناتنا دقف زيناتنا حجز أبزخون يكون بوتا كبت كم زي كل دما كردوك خلال لو جننتي هاللغة كلا هاللغة اللي هبريتنا صورنا نحن تزي بالكان نبتبص حي بالكان يجز بالزلو. Evacuation anyone's ever seen, which is Afghanistan, which was the most embarrassing day in the history of our country. And you know what else you wouldn't have had? You wouldn't have had inflation. We had record-setting inflation under Biden. It was a killer.
It's one of the reasons I won the election. But you may get it again with these tariffs, right? I mean, one CEO said to me, my input costs have already started to go up. I'm going to have to raise prices. In the meantime, guess what? Interest rates are down. So بعافية انتهينا نرزلنا دونالد ترامب أب زيلينسكي زخطلو زلو أب حتير جزية ناي مغيار بحالي مدام كم زي بلينا نرزلنا توم كورد دقفتنا توم بما بلو يمزبلو زلو حنت فيديو اللي أبزيا مجمريا أزيا مقص معكم نتكوينات زقرم حوو مخطل بريزيدنتنا أمريكا زنبرة جي دي فانس حوو أب تكوينات يساتف كم زنبرن استزارب خرينا مختل دونالد ترامب جي دي فانس بهال زمدو أب تكوينات كم ساتفه ناتو زربها سمينا. Already sitting at the table. They've made very clear what their conditions are to negotiate an end to this disaster. We need to take action that supports the conditions that they've asked for. And there's nothing unreasonable or irrational about those conditions. We should be celebrating the fact that the Russians want to stop this at all and be very glad that they want to have a neutral Ukraine. Remember, we talked years ago, Dan, that Ukraine's principal mission in the aftermath of the collapse of the Soviet state system was to be this large neutral state that separated us from Russia. That was in the interest of Russia. We thought it was in the interest of NATO. Suddenly that was overturned and we launched into this madness. We need to get back to thinking. بعد كونيل دوغلاس ماكريغور نتكونتا دغاغيمام زنصرو زنبرو ام ودات هدما ابدغ عود بصيحم زلو يمنزق السزي ام ميديا كم حسوم زتقالسون تنيرو زتري وزلهم سبيو راشا يكون تبدل زلا زبدل زلو نيتون امريكان مخانو امريكاوي سو زي ممحضرنا جو بايدن زفطرو زلو كينات نسو يدفو زلو اوروبا نيتونيوم زدفو زلو راشا يكون تبدل زلا انابلو نتكونتا مقابريا ناي بوتين ناي رشا لوخات قلنا تبولنا تصرفوا أو كندي بلوك ناتجبروا كم حسم تقالي سميم كابم نمتينا نتحبريتا بقرب أصل تفلت وزن بردما نباهنا مستنيرنا عبد channel زين بردما نتقول داي كم مجمريو نبيك خيط كم زغل إزعجن ريا زلنا كم كم زخنة سبوا جيران زارمنا هنا سلمتاي نتقول نتات بقرب كم زفلتوا تي CNN BBC بلا بروباغندا زي كونه نتقول نتات بقرب زفلتوا وتهدروا كايدا زردهم كون ريلاتنا يكوناتنا أمريكا زنبرو نتاك هيدا أمريكا زفلتو بزوح جزية نتكونات هدما بقربة زردو وزاربو زنبرنا متسنيرنا أما ودات هدما exactly كم تنساتهم زدليو دونالد ترامب لك نزح جزء قبرو زلو كجبريم زدليو نيرا مس راشا زباس نجر كله يقلني نراشا أمريكا بعلى مزيح تقص خمزلا نيتو بعلي قص خمزلو كل جزء أجمزي ناي نيتو دفي دامبر ناي راشا قبل ناي وتهدراوي كايدان دلي سلزلوا يكونن زيد حكي زي سلزخونه دما راشا تبلو نجر صد إلا نسمع كن كلامنا انتهت دل راشا مريت تقبض ويون بحر نخط وسدي لا يكون متيا زيو تزربا نزين تفليتنا ترينا تكوينات كودا أزخر إيروبا جن أبفليز بالي هو تتا أتيوم سلوزلو سمعوا زي ما راح يتم بصغر بس بلا تمليس أسمعكم يا زياو those terms. And we need to talk about what a future treaty would entail. And that's why we go back to the Austrian State Treaty. And by the way, the security guarantees in the Austrian State Treaty had nothing to do with deterrence. They had everything to do with guaranteeing freedom, rights, position, all of these things within Austria that was acceptable to both sides. And that's what we should be interested in. What do we collectively want Ukraine to be able to pursue? Obviously, that's prosperity and freedom. That can be done. So let's get back to basics. Stop playing these propaganda games and jockeying for position. So بحفشة أنت يوم زول زلوا أتي أنا propaganda صوتها زجبر زلوا تعرفوا أتي ناب سلام كان كي تقينا هذا كابت تزارب زلوا security guarantee نا يوكرين بخميك وحاسقر security guarantee مالت تقينا نخي نتيجة السلام زتجبره لما تكبروا ناب كال نخي كيد ويون كابت علامة نخي واتن زتجبرهم دحركم خينة علامة خا سلام تايفلي وتهدروا عقمز حزك تكبر تفتن سلام كو حز خل وتهدري تكبر زي لكم برديت ترنس مالت كسب عن كروز عتقة نراشة كبده زغل سراويت أيكون زد ليكا بحفشة ناي بحق السلام زدلي تخينهم سراويت ناي جرمن سراويت ناي يوكي ناي فرنسا أتي كونن يوكرين كتحنا زغل ناي بحكي نتكونتات كي تصل دلي وتخينهم سراويت ناي تشاينا كأتي خلاو سراويت ناي كلا عالم independent أبتكونتات زي بلن هجرات كات واي خلا نساتنين وحسنتنا سلام كباز خلا كاب حالي فقن أو كينات واقع كاز نبرة بقول عاقمو كم سراويت أو حسنا سلام كينا كاتين دريلو نيوكرين كسلتني لي أتخم زلو تراجر كات وزت غلو كيناتي خاز دالو زلو كال ترجم كتبي تخلني عن بوجن راشا كتبي خلا لذي كتكينات نخي ودع زجبر زلو دراما
as you سفع دراما. Let's get going. One of the devil's advocate thing that people say was, you can't trust Russia. If you do something like that, well, like the Austrians say, it'll just egg them on, and then they'll rearm, and then 5 years from now they'll come back and take the rest of Ukraine. That's what I hear a lot. What do you say to that? Well, look at Finland. Finland went through a terrible war. They fought bravely and killed large numbers of Russians, about 250,000, against 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 Finns. And the Russians did not want to fight their way to Helsinki. They wanted an end to the conflict. They ended up taking territory from Finland, but then they established a treaty, and that treaty guaranteed Finnish existence, independence, and neutrality. There has never been an incident since then. In other words, since 1945, after the Second World War, the Finns and the Russians have done So, قال سبعة دمام عربا عالم ولا سلام عند زت سلام يوكرين راشن رجير كا بوتين زمن يكون راشا زمن يكونون كم بحدش أسوارا كيبهم حيل مسطرة مسأكبوا كمتص يقول يوم من تكونتات أفشلهم كمتصونا يقول يوم زبل بروباغندا ناي عربا ميديا مرحتنا أوروبا على زبل وزر باسا بوتين زمن يكونون بوتين دونالد ترامب لما كم يمزبلوا بوتين كم يجير كتابنا يقولون نعاهم يزي أمنا كون كايز يقولون بس indirectly بغض هذا يكون بتزاور كما يزولهم دونالد ترامب قبل عقادكم نبوتين كعمل قلني يزولهم أجي كما يجير كراشا كتم منطقة النزياس انتهي مملس كعلى الوس ناي فنلند ناي راشان وسادي الوضع حكى على كنا تعلم حبر السوفيت سراويتنا حبر السوفيت بس فنلند زبحال قد جف زغنا برتع زغنا كوينات هكايدو أما وده تكوينات فنلند وين أتكلم سلو تواجو حبر السوفيت مس فنلند سبب نايزة السلام جيرو اتزة السلام دما فنلند تبال ناس هاجر لولاويت هاجر نيوترال ستيت أكلنا نيتو ده كونت ناس هاجر نخد كون أبتناب زي تخيط هاجر نخد كون تسمعهم كابوك ساب حجي كلا يكونات يتخيلن نتا نيوتراليتي نتا قريفة فنلند حجي ناب نيتو أتي الله سو نتكيدان دفر سمنيو فنلندي مالت حجون رشا نتزا أتوتو كيدان أي تفر سنة أي زبازلو so this is the point التاريخ تبغى كا مجنزابون أقدر سنة كلوي so إسكازنا أوروبا سم أواز تولو زلا changed in these 100 days is the new sense of urgency because something fundamental has shifted. Our European values, democracy, freedom, the rule of law are under threat. We see that sovereignty, but also ironclad commitments are called into question. Everything has become transactional. So the pace of change has accelerated and the action that is needed. زياتري وازن لهم أرسلا فاندر لاين تبهال بريزنت ناي كوميشن حبرت أوروبا نيروبا حبرتيا ميت معالت غيرا الله بزوانزي ناي ميت معالت دس معالت زربايو كم تولو زلا أبزن زحلفا ميت عام معالتات تغير نجار بزح نجار بقلت استغير نجارات له نابنت ديمقراطياتنا European values لما تبلا لما نيكير وايد إنه كمنما ناي عمتات እምነት ዝነበረና አይሮን ክላድ ኮሚትመንትስ ወይ ግን መብጻዓታት ሙሎም ክወጥቁን ክዳኸሙን ንርኢ ኣለና ትዘረባ ቢዳዙር ናብ ዶናልድ ትራምፕ ዘቕንዕ እዩ ስለዚ ኤውሮፓ በይና ትተርፍ ከም ዘላ ይስማዕ ኣሎ ስለዚ ፕራዮሪቲ ናታ ካብ ናይ ቁጠባን ናይ ካልእን ኣብ ናይ ኩናት መንፈስን ናይ ኩናት ጉዕዞን ተበጊሳ ከም ዘላ ትዛረብ ዘላ I don't think زيان أوروبا كابزلو شجر كتوصل خليها زي بالأمنية يبلينجن again she's a leader and نساز بلوتهم اسمع ما قداسي has to be bold and determined. Consequently, this week brought unanimous support for Rearm Europe. You're familiar with the 800 billion package for defense, and that is historic. This can be the foundation of a European defense union. We will drive the Rearm Europe plan forward with full force. The idea behind it is we must unleash the full potential. So Abdullah كأنه Rearm Europe وكان أوروبا دقيقة كنمعتعق بزبل campaign كسب شو من تميتي بليون يوروس أو بشتر بعد عمد كجبر زغل عبي project عبي initiative ويتبقى صوت تغيير 5 لون كلاتون أبلا تقرأت كم تسمع معاني تزارب زلا يوروب ريارم يوروب زبل زرباسي نيتو زبال قال قديفهم محجقة ريولهم نيتو زبال قديفهم ريارم يوروب زبل زربا جميرو مالو بخالا زربا نيتو انتاي قو أمريكا تدلي لانت نيتو ساتم كا نبينهم نفسو زغال أوروبا يقبر له this is
is really good بحق صبغي كم يرتراو هن كاتري خلا كم global south كين كاتري خلا بتعمل صبغي أوروبا نفسه زغال حاجة حيال بلوك خون عالمنا صبغي عالمنا صبغي سلمتاي توقتاتنا أمريكا كون كله حدا جاي نيرو نيروبا حدا جا عالمنا لما حدا جا معناته أمريكا زي كون نجارات نربحنا أمريكا تراي كقبر كله أوروبا حراي لهم سب بمخات أب UN يكون أبكاله كل جزء نتنا أمريكا أجندة كم زعيل الجبرون أوروبا نجينا أوروبا ناي نفسه ربح قبر تجميرو بفلا إذا ما ربحناتون أمريكا كا كجراج تجميرو نعلمنا سلام يزيون كل تبلوكات كفلا عليك كلهم علمنا سلام نتركب إتي مالتي بولاريتي زي بحال دما بزيخ الرجاجة صغر رشان تشاينا هندن سلزخونه ما اتخا أوروبا بقول بس أمريكا خوينو زي تبيك عالمنا حدا جاي أوروبا نفسه زغ على بلوك تخينو أمريكا نفسه زغ على بلوك تخينو راشا بلوك هذا أمريكا تشاينا بلوك كمو هند كمو كالوت كالت كم انت قاتمو عالمنا بفلاينا هجرات كم باليرترا أبي أدفانتج كلوانيو أبزدل يو خدا بتنات خدا عدلاتن ربحاتن كسالت أهم زغلاينا نرزلنا لذي إذا ما درخنا أتوزلنا كم تزب قصص ولا نحرقت يلو نيرترا اتزبالته أنت مريج أخفتر لازغل كنتات مخانين عند رزلنا. This is very interesting time. In the face of concrete threats. And if we can team up with other like-minded countries, such as the UK or Norway or Canada, the potential is even greater. And it's important to state that economic strength and Europe's plan to rearm are two sides of the same coin. Europe's economic and innovative potential is an asset for its security, but vice versa, you see that كبر بانتا إلاسك بسمان كنشارك على نتبلا لا مس كندا مس UK أكلنا أوروبا حبر زي كنا مالتكم والنرويج سلزي تزربات ري والله كاب أمريكا وصاي يتحسب زلوا كاب أمريكا وصاي إذا كنا تزدما أبقى داموت 4-5 معلتات ناي دونالد ترامب سلزي we have 4 years from now أبزوان تجميرو أوروبا نزو كنا تات نزل متزلوا 4 عام تقصيلو اتجابا منقوم زلوا تبوق يركف على خليو دحريو كالما راح يمسيو كمال سين تبلون كبيدي قوت معناته too much investment دحري invest كويس أنيو لأن دحريكم لو سايكولونيم سلزي زجابا منقو أمريكان أوروبا في الطرزلو جينا ونهجي أوروبا بتعريف هرمو من الله أو 4 تقليك هرمو زحسب زلو ماليش تزلو جاب كجفع كم زغل شعوب معناته أوروبا أمناك حمام كم زغلي فلتيو دحري حمي موام لما ساتم كالم الرجع ناخذ ليكو قدريهم من هالبات مس تشاينا زلهم شجرات كفتحوا كفتنيهم مصر شابكا أوريدي نسق قديمهم سلزغنة كجبروا زغلية كونن أب أفريقيا نايبينهم عدلات كسالت أكفتنوا خليهم لزيتات دماء نتزلوا عدلات زبلت أخجبري خلي زيا I think نعتو زلنا مدرة أقداسي زيا سكسم عوابزي. A familiar name that's been fighting on the front line there. Well, incredibly, that name is Vance, not J.D. Vance, but Nate, the US Vice President's first cousin. He fought on the front line in Ukraine for 3 years, and Le Figaro have this exclusive interview with him this morning. He's very critical of his cousin throughout, accusing him of ambushing Vladimir. حوي مثلا زي نيت فانس بال جي دي فانس يكون نيت فانس بال حوو اب يوكرين مستم بجنزب تخفيلهم زواغو زنبرو كيدي واقع كم زنبرن أنصار التيم مختل بريزنت زلوا جي دي فانس أنصارو كبيت برتو زخنا زربا يزارب كم زلوين أنسى مزالنا نسنا يوكرين التي حود ما يوكرين كنا تطو قبل كم زلوا اب يوكرين زلوا كنا تطو نقبل كلا كابتم قدامot قصقص تقين زلوا جي دي فانس مختل بريزنت ناي دونالد ترامب مالتي so رأيوة بوليتيكا ساكندي Zelensky during their tense White House meeting. He also calls the US Vladimir Putin's useful idiots. Nate Vance travelled to Ukraine back in February 2022, shortly after the invasion. He reportedly fought in some of the war's bloodiest battles as part of Da Vinci Wolves Battalion. He's been back in the US since January, returning shortly before his cousin became vice president. According to Vance, it became too complicated for him to stay, and he couldn't take the risk of being captured. Well, Vance isn't the only famous name on the front line. French sports paper L'Equipe have this 2-page spread on Sergei Stakovsky, a Ukrainian tennis player who's best known for beating Roger Federer at Wimbledon in 2013. He's been fighting Russian forces since the start of the war. So كم سريع دلنا زي حوو نمختل بريزيدنتنا أمريكا جيدي فانس أبتكويناتنا يوكريني واقع كم زنبرة بجنزب تقصير مالتيو جرما حوون دونالد ترامب زقبروا زلوني بحكي كم زقطعون كم زحزنون مقابرياتنا بوتين سلازخونية من التكونات زي ردوا سلزي التكويناتنا يوكرين
دونالد ترامب زختلو زلو نتي بوليتيكا نا أمريكا مليسيو أفريسو زلو تي ديمقراطس بيز بحال يوكرين قدن كتحجز على زبل أمنات كلهم كلهم علامات نبعل دونالد ترامب ست علامات مقابر يعني بوتين قليم زبلهم زلو بنتارو تياتهم دما لازتي نا بوليتيكا في اللي زلو وشت أمريكا عملها شفيعيو يقداس دونالد ترامب زعبي يدقف له مخنياتو التكوينات تتوكبل زدلي يبزح كاب التكوينات كقصل زدلي زلو مالتي so again أتي كونتات ساعة كندي ناتغير زخيت كبيد بده كم زخونة مجنزابي دلي كلتا نقرات كريكم يا حنتي زياس كسمعوها want to accept those terms. Well, it's not going to be a negotiated standstill because that equals a ceasefire. And the Russians have made it unequivocally clear that there's not going to be a ceasefire. The question is, will Zelensky agree to the peace terms that the United States is now pushing forward with the Russians? And he does not, under any circumstances, want to accept those terms because he would, in effect, be conceding what has been Ukrainian territory to Russia. He would have to accept Russian annexation of those 4 oblasts in the east and Crimea. Zelensky حركتهم نتكونتات زعنق فزلوا مخاني زنقر سخا نتكون النت قبل سلازيك عليهم زبلوا. The reality is 10% نا يوكرين درو راشا تقد وسيدات تيازي نزي أوتي خيخا قتزارب زلكا مهنياتو 3 عامات تواقيخا مع الدم أفسيسكا مع تصورات أفسيسكا مع باجت جنزب أباخينكا كم تنايك أدم زنبرنين ملس كتبلا يتخلني خا بحيل خايخا قترقاقصو 3 عامات تواقيخا تقداي بحيلي كودا زخر أتليست دما سعير كان طلت حدا حيلي نتزع سعرخ ملسل كاي كلني حقي نكونات حق خميس أب بايتاس تعوتها أولاد ما زي أزل على صبلتنا نوعيو هجي اتزلوا كنتات يوكرين زلنسكي نتكون النت انت تقبل ترايو نقدميت خيز يزبل نزل and he would have to accept that Ukraine would be demilitarized and at the same time it would be a neutral state. He can't accept that, not only because but it's inevitably coming. There's no way around it. There's no question about that. But he just refuses to accept it. And it will probably be the case that somebody else has to accept it. He won't accept it. I mean, maybe he will accept it, but it is what's coming. I mean, look, the United States, the West Europeans, East Europeans, and Ukraine, all 4 of those actors together could not defeat the Russians on the battlefield. The Russians are winning up against those 4 actors. Now you're talking about taking the most important actor out of the equation besides the Ukrainians themselves, and that's the United States. Do you really think that the Europeans plus the Ukrainians can stand up to the Russian steamroller if they couldn't with the Americans in? So زيادة تزربة بزوج زي وانت زاري من هذا لنا فلزي زلنسكي أزلوا من رجعتات وحديو إن متى تقرر فتنا له طلباتنا يراشا كمال كدديو سلما تتوسيد زلوا مريت كيدلو توسعي عبو تدروا عام خلوا خم زي بلو دي ميليترايزد كونالو توسع دبا نيوترال ستيت كونالو أكل أوروبا ولا أكل نيتو زبان يلن زيت طلباتنا يراشا بقيم تعلو تكون النت كان رأيه زلنسكي خندم متى كقرر يخل أمريكا ملو حجز نهبته أوروبا ملو حجز نهبته كالو تجارات حجز نهبوه 3 عامات تواجيو وسعيت إذا حجز لنا رياليتي عيلو تقندا قداس هجر أمريكا تتعليلو أوروبا حيزسي يعني تقصل خليه زبال صلى على مخانة رأي سلازي أما وداتا انتسفتيو انتسلي بفنجا تقبلوا زلو كنتات راينا نرزلنا كلام رجع زلو يلن يتزربا the mix? And the answer is no. So he's destined to lose, as you say. And you would think under those circumstances, it would make sense to accept the peace deal that Trump is trying to work out. But no Ukrainian that I see at this point in time in a leadership position is likely to accept those terms. Why do you think the heads of most of the European countries, not in the EU, not Italy, not Hungary, met in London and endorsed this silliness out of the mouth of Prime Minister Starmer? We're going to make a $2 billion loan. It's going to be repaid by the interest on the Russian money that's frozen in Europe. بحفشاتي نريو زلنا تكونتات بحفشاتي أوروبا زبحال ناب حماق راين دي زمرح زلو أقدا ستحطوني حتى تيابزي كن أبكالك زي شفيني أسلو زنبركم ثم هجرات أوروبا أقولني يوكرين كوينو من أبناب فترة كوست وزدلينا منقد سلامكم ملسوو زدليو كم زي كونو أتي قدايجن أمودتا بوغن أمريكا يكون دازغل أمريكا ولا بزينا أوروبا سمم عنقلن كودوا كم زغليهم سلازي حتى أوروبا زبحال
انت عينت سقمت كوسد خل انصاري امريكا ننوح زقصل سقمت وسيد كخيد خل دايكلن يتحطو. Defense efforts can give a massive boost to a more competitive single market in the midterm and in the long term. The upcoming huge investments in Europe's next generation of military response with this unpredictable US suddenly putting more money into supporting Ukraine. The French today announcing they're using 200 million euros. Up sanctions like President Trump. بعفشة التجداي أب أتصو مع أتصو دبصحي كنا تاتيو نجزي حتى يوكرين جداي بتحدوي بتحد انتس بحيل انتس بأبطاولا كودا زخلي مسل زكينات زي حدو تزا أجد اسم كابت حدا جنيانت ناتو قديل الله مهنياتو قدمي حدا توارح نيكولا راوكينات غير كم زغل بس حسب سقات نيروا انت الراشا عمنا حطقتا جمير كان نيكولا كنت كاميا دينجروس الجن كابو عينة منفس زوج آي مثل عالمنا وحفشة كابزي بزحنا مهارس لزولي دما بزصفح ملك نريو زلنا I hope تبارو كتلو لايك مكبار سبورت مكبار تقف مهاب دما أقداسي كم توتر إحنا نسعر رسوم دما حقزونا بالكو كسانا بتوكمي تشاو